صباح الخير أو مساء الخير أو يوم جميل عليكم في أي مكان وفي أي زمان أنتوا بتسمعوني منه فيه. أنا دكتورة سليم. إيه هو البروتوكول المتبع من قبل الأطباء الألمان المتخصصين لعلاج الكبد الدهني؟ قبل ما أتكلم عن البروتوكول ده لازم أقول ملحوظتين مهمين جدا. أول حاجة زي ما قلت قبل كده كذا مرة، الكبد هو عضو ما بيشتكيش، ما بيصدرش أي آلام، لازم يروح منه أو يتلف منه أكتر من 70% عشان المريض بعد كده تظهر عليه أعراض واضحة وألم شديد في المعدة. عشان كده لازم دايما من وقت للتاني نركز على العضو ده ما بيظهرش أي أعراض قوية تقول إن هو في حالة تلف. التانية، البروتوكول اللي أنا هقوله ده طبعا بالتأكيد للناس اللي تم تشخيصها إن هم عندهم كبد دهني، لكن برضو للناس الأصحاء. أنا شخص ما بيعانيش من الكبد الدهني ومع ذلك أنا بعمل البروتوكول ده مرتين في السنة. ليه؟ انا في العاده باخد حاجه ديتوكس، دايما باخد حاجه انتي اوكسيدنت، حاجه ديتوكس عشان تخرج السموم اللي انا بتعرض ليها يوميا في شغلي او في البيت او في الشارع، انها تخرجها من جسمي. طيب انا دلوقتي لما بعمل البروتوكول ده، لما بعمل التريتمنت ده مرتين في السنه، انا بنظف العضو او المصنع اللي هو مسؤول بشكل طبيعي ان هو ينظف لي الجسم كله. انا مش باخد حاجه تنظف اجزاء او تمشي بس في الدم لا، ده انا بنظف المصنع نفسه، العضو نفسه اللي ربنا خلقه لنا عشان ينظف الجسم كله. البروتوكول هينقسم للأكل والفواكه اللي هي جزء من الأكل والشرب واللايف ستايل والصيام والمكملات الغذائية. أنا هتكلم عن كل حاجة، بس لازم كل حاجة على الأقل 10 أيام لازم تعملوهم، ولو أكتر من 10 أيام ده يبقى بيرفكت. وزي ما اتفقنا للناس الأصحاء وللناس كمان المشخصين بالكبد الدهني. طيب أول حاجة الأكل. أول حاجة لازم تمنعوها السكر الأبيض، ممنوع تماما يا جماعة. إحنا بنتكلم في 10 أيام، مش أكتر من 10 أيام، مفيش سكر أبيض خالص، لا على الشاي ولا على القهوة ولا حلويات. الحاجة التانية اللي هي زي السكر الأبيض، النشويات بتتحول في الدم لسكر، زيها زي السكر بالظبط. زي إيه؟ زي العيش، زي المكرونة، زي الرز، نمتنع عنهم تماما. طيب ناكل إيه؟ أنا زي ما بقول لكم كده التزموا بيه بطريقتكم. السمك ده تقريبا كل يوم، اي نوع من السمك، كميات يعني مش هقول اي كميه ولكن هقول محدوده، كميات محدوده، سمكه سمكتين مثلا مشويين في طاجن، في الفرن باي طريقه، اي نوع من السمك اللي انتوا تحبوه. طبعا ده تقريبا كل يوم. الدجاج مره واحده او مرتين على الاكثر في خلال العشر ايام. اللحمه مره واحده بس خلال العشر ايام، بس مره واحده بس لحمه. ولما اقول يا جماعه اللحمه مره واحده في العشر ايام، انا مش بقصد نص خروف، انا بقصد قطعه من اللحمه. هو العادي هو 50 جرام، يعني هو بيتكتب كده في البروتوكول 50 جرام لحمه. بس طبعا عشان انا عارفه ان يعني بلادنا العربيه بتحب الاكل كتير، فيعني ممكن اتجاوز واقول مثلا 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو بشويه. بس ارجوكم ده اقصى حاجه، ويكون مره واحده بس في خلال العشر ايام. طيب ايه الحاجات التانية اللي احنا ممكن مثلا نعوض بيها المكرونة والرز؟ عندنا الرز البني 5 معالق مثلا. الخضروات الغير نشوية زي ايه؟ زي الكوسة، زي الشمندر، زي الجرجير، زي الشوفان برضو ممكن نستخدمه، برضو 5 معالق، ما تزيدش عن 5 معالق. زيت الزيتون برضو ممكن نستخدمه. الزبدة البلدي، الزبدة أو السمنة البلدي، الحاجات المهدرجة الموجودة في السوبر ماركت ممنوع تماما. لكن زبدة أو سمنة بلدي يعني نص معلقه صغيره اتس اوكي كل يوم، مفيش مشكله. نفس الشيء زيت الزيتون. طيب ايه تاني ممكن ناكله؟ البقوليات طبعا في مصر، يعني بالخصوص في مصر مثلا بيحبوا الفول. زي ما اتفقنا هو مجرد 10 ايام، فنشد حيلنا خلال العشر ايام دول. الفول او العدس او البقوليات هي ممتازه جدا وفيها عناصر وحاجات كويسه جدا، لكن برضو ما تزيدش عن 5 معالق في اليوم، بس 5 معالق في اليوم. طيب بالنسبة للفواكه، هقول هنا الفواكه اللي احنا ممكن ناكلها والفواكه اللي هي متحرمة تماما خلال العشر ايام. اكتر من 10 ايام طبعا ده يبقى حاجة كويسة جدا. الفواكه اللي احنا ممكن ناكلها عندنا الارد بيغا اللي هي فراولة، ممكن ناكل الفراولة، البرتقال، اليوسفي، الجريب فروت،
الرمان برضو حاجة كويسة جدا. طيب ايه الفواكه التفاح برضو من الحاجات الكويسة جدا. ثمرة واحدة أو مثلا من الفراولة أو الهيمبيغ مثلا أقصى حاجة 200 جرام أو اللي هي برضو أقل من ربع كيلو بشوية. طب إيه الحاجات المحرمة تماما إن إحنا ناكلها؟ البلح، التين، العنب، المانجا. دول يا جماعة خلال ال10 أيام ما يدخلوش باب البيت، الله يخليكم يعني. دول كمية سعرات وكمية فركتوز فيها غير طبيعية. طب إيه الحاجات التانية؟ أنا نسيت أقولها في الأكل. الصلصة والكاتشب بيبقى فيه حاجة اسمها فركتوز كون سيرب. هاي فركتوز كون سيرب ده بيبقى محلول بيتحط على الصلصة أو الكاتشب عشان يسكروا شوية. ده برضو ممنوع، يعني لو انتوا عايزين تعملوا صلصة اعملوها في البيت ما تشتروهاش. والكاتشب يعني ممكن حبة صغيرين، ويفضل بلاش نستخدم الكاتشب خلال ال10 أيام دول. احنا كده قلنا الفاكهة، كده قلنا الأكل العام نعمل فيه إيه. السمك من فضلكم كل يوم، اللحمة مرة واحدة في ال10 أيام، الدجاج مرة لمرتين، ويفضل إنها تكون صدور دجاج. طيب بالنسبة للشرب، كمية مية يا جماعة كتيرة. القهوة مرة واحدة بس في اليوم، يعني كوباية القهوة بدون أي إضافات مرة واحدة في اليوم. والمية كتير جدا، أنا بخرج السموم اللي موجودة في الكبد منه، فلازم أبقى محتاجة مية عشان أنظف. المية شيء مهم جدا، أقل حاجة 2 لتر بس. طبعا كل ما نزود كل ما ده يكون حاجة كويسة جدا. ده كده الأكل، الفاكهة، المية. طيب اللايف ستايل، لازم نعمل شوية رياضة ولو حتى حاجة بسيطة، مثلا نص ساعة مشي. برضو كل ما نزود كل ما كان حاجة كويسة. بس أنا بقول مثلا أقل حاجة مثلا مشي، بعد ما ناكل ننزل نتمشى مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع ونرجع. نروح الجيم مثلا ساعة إلا ربع برضو، شوية نعمل شوية كارديو. دي حاجة كويسة جدا. رابع حاجة اللي أنا بحب دايما أتكلم عليها واللي أنا دايما بطبقها في حياتي، وهي الصيام. الصيام المتقطع او الصيام يعني الصيام لفترات طويله. احنا نتكلم هنا على الصيام المتقطع. لازم اكلنا يكون من الساعه 11 الصبح للساعه 7 بالليل. يعني 11 ممكن نفطر، نتغدى مثلا الساعه 2 3، اخر اكل ناكله نحطه في بقنا هيكون مثلا الساعه 7، اقصى حاجه الساعه 8. من الساعه 7 لتاني يوم الساعه 11 احنا كده بنتكلم 15 16 ساعه صيام. ده ممتازين جدا جدا جدا. ده بيحرق، هيدخل كده على الدهون اللي موجودة في الكبد يحرقها بالكامل. أكتر حاجة في كل البروتوكول ده هتحرق الدهون الموجودة في الكبد هم عدد الساعات دول اللي انتم هتتوقفوا عن الأكل فيها. ده كده رابع حاجة. خامس حاجة المكملات الغذائية، يلا بينا. المكملات الغذائية، أول حاجة السيلي مارين، حوالي 400 مللي جرام في اليوم. السيلي مارين ده اللي هو شوك الحليب، أنا ترجمته. ده مهم جدا، عليه دراسات كلينيكال ترايلز بتؤكد فعلا إن هو بيساهم بشكل كبير في حماية الكبد، في نزول انزيمات الكبد في الدم، وحمايه خلايا الكبد من السموم. الحاجه الثانيه الكولين. الكولين مميز جدا، هو بيمنع ترسيب الدهون داخل الخلايا الكبديه. يعني كل ما الترايجليسرايد او الكوليسترول يترسب داخل الخليه الكبديه ياخدها من ايديها ويطلعها بره. ممكن ناخد لغايه 85 مللي جرام في اليوم. في حاجات تانية برضو زي الانتي تشوك اللي هو الخرشوف. انتي تشوك اكستراكت ده الخرشوف ده بيعمل بيدعم افراز الصفرة والهضم. برضو الكركومة او الكركم حوالي 100 مللي جرام، ده برضو انتي اوكسيدنت، وبرضو في كلينيكال ترايلز اللي هو بيساعد برضو الكبد وخصوصا الكبد الدهني. لكن الكركم والخرشوف اللي هو الانتي تشوك ده حاجات مساعده، يعني اذا كانوا موجودين اوكي، اذا ما كانوش موجودين هم مش يعني مش ضروريين. لكن الشيء الضروري جدا هو شوك الحليب اللي هو السيليمارين 400 مللي جرام، والكولين 85 مللي جرام. انا هوريكم دلوقتي ايه الحاجات اللي انا بستخدمها. زي ما قلت لكم انا لازم اقول برضو المكمل، احنا البروتوكول اللي احنا بنعمله ده لمده 10 ايام، ولكن المكملات الغذائيه ممكن استمر عليها لمده شهر او شهرين، وده يبقى حاجه كويسه جدا جدا جدا. العلبه اللي انا بجيبها سواء دي سواء دي هي بتكفيني حوالي لمده شهرين. فعشان كده انا بعمل البروتوكول ده اقل حاجه مرتين في السنه، شهر وشهر. باخد كبسولتين لمده شهر وبعد كده اخلص، وبعد مثلا 6 شهور او حاجه بكرر تاني البروتوكول.
أما بالنسبة للأكل والشرب فأنا بلتزم بيه بشكل مكثف جدا خلال 10 أيام. لو قدرت أزود عن 10 أيام فده طبعا يبقى حاجة كويس جدا، وأنا دايما بنصح بيها. بالإضافة للسيليمارين والكولين ممكن برضو نضيف أوميجا 3. ده أنتي أوكسيدانت قوي جدا، أنا باخده على طول السنة تقريبا. أنا لازم أخد أوميجا 3 من 1000 ل 2000 انترناشونال أينهايت، لكن الإنسان يعني ممكن ياخد لغاية 4000، بس يعني خده من 1000 ل 2000، ده حاجة كويسة جدا. في برضو المغنيسيوم بالليل قبل ما ننام من 300 ل 400 مللي جرام. برضو البروبيوتيك مرة واحدة بس قبل الأكل، نص ساعة قبل الأكل، ده لازم يبقى على معدة فاضية. الخمس حاجات دول سيليمارين، كولين، من الناحية التانية أوميجا 3 وبروبيوتيك ومغنيسيوم، دول أساسيين في البروتوكول بتاعي. في بعض المركبات زي اللي انا عملتها، زي اللي انا حطيتها دلوقتي ليكو، دي الحاجات اللي انا باخدها. ساعات الكبسولة بيبقى فيها اكتر من حاجة، يعني مثلا الكبسولات دي فيها سيليمارين، فيها كولين، فيها انتي تشوك، فيها فيتامين بي 12، فيها فوليك زويغة، فيها كركمين، فيها حاجات كتيرة جدا. فانا بصراحة بحب الحاجات دي قوي، وبالجرعات المناسبة اللي هي الجرعات اللي انا فعلا محتاجاها في البروتوكول ده. لو انتوا عايزين تاخدوا حاجات منفصلة فانا قلت لكم الحاجات المهمة اللي انا هكتبها لكم لازم تجيبوها بالجرعات دي وتاخدوها لمدة شهر زي ما احنا اتفقنا. لكن الاكل والشرب والصيام والرياضة والحاجات دي على الأقل لازم ألتزم بيها بشكل مكثف جدا وقوي جدا خلال 10 أيام، وبعد كده يختفي تماما الكبد الدهني. من فضلكم كرروا البروتوكول ده على الأقل مرتين للناس اللي بتعاني بالفعل من الكبد الدهني، وحتى كمان الناس الأصحاء. أنا دكتورة سيلين. إذا كان محتوى القناة عجبكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروها مع أصحابكم، وتكتبوا لي في الكومنتات أي أسئلة أو استفسارات، وأنا إن شاء الله هحاول أقراها كلها وأجاوب عليكم. باي باي.